سلام. فين خلينا في الحلقه اللي فاتت؟ بعد التحاق العناصر الجديده اللي عوضوا ركائز ثقيله اللي خرجوا من الفرقه في هذا الصيف والبدايه المزيانه ولهذا هذا الموسم تحت القياده ديال عبد الحق بن شيخه، جات العاصفه اللي دارت اول منعرج في الموسم وطيرات بن شيخه خارج اسوار الرجاء بعد الاقصاء المبكر من كاس العرش. دكه البدلاء غتشهد العوده ديال البرتغالي جوزي روما والاحضان الرجاء بعد تجربه ناجحه عشنا معاه في موسم 2008 و2009 بالتتويج بالبطوله. بدات الاجواء داخل الفرقه كتوتر، باقي ما تصرتش لينا الاقصاء المرير من كاس العرش اللي كنا حاطين عليه عينينا بعد ما كنا خسرنا النهائي اخر نسخه. كنحاولوا دابا نجمعوا راسنا من جديد باش نصلحوا الوضعيه، خصوصا اننا باقين في البدايه والهدف ديالنا هو المنافسه على باقي الواجهات البطوله والعصبه. التغيير ديال المدرب كان الغرض منه هو نرجعوا الهويه ديال الرجاء من جديد، ضربه اللي بدات كتمشي، وحتى الفريق بغى يتصالح مع الجمهور اللي ساخط ديال بصح. رجع علينا شويه تفاؤل، يقدر روما يوقف الفرقه من جديد ويحسن الاداء ديالنا باش نكملوا الموسم باحسن طريقه. وصل من هذا الشيء كامل جات الخساره ضد جديده بالثلاثيه. هذه الخساره ما كانش عندها تاثير سلبي كبير علينا، حيت القياده الرسميه الاولى ديال روما وكانت في الماتش ضد اسفي اللي ربحناه، وبه شدينا في الصداره بالمناصفه مع الكوكب وخريبكا. الحمد لله الحدود الساعه رجعنا ثاني في البطوله وغادي نفهم مزيان، والتركيز كامل دابا على المنافسه على اللقب حتى لاخر جوله. ما بغيناش تمشي لنا بطوله اخرى. التحدي اللي عندنا دابا هو ندوزو هذا المنعرج اللي عندنا دابا بسلام، نحاولوا نجمعوا اكبر عدد ديال النقاط، واهم حاجه ما نخسروش، حيت الماتشات الجايه غيحددوا بشكل كبير المسار ديالنا في البطوله. ماتش صعيب ضد المنافس المباشر على الصداره خريبكا، ومن بعد ماتش الديربي. واش غادي نقدروا نوقفوا راسنا من جديد ونحاولوا ما نخسروا حتى شي نقطه؟ واش غادي نقدروا ندوزوا هذا المنعرج بنجاح ونبقاو لاصقين في الصداره؟ واش غادي يقودنا روما والتتويج بلقب البطوله كيف ما درنا قبل 5 سنين من دابا؟ هاد الاسئله كاملين ومازال غتجاوب عليهم الحلقه ديال اليوم. مرحبا بكم اخوكم ديما رجاء، مرحبا بكم في سلسله الموسم الاسود الحلقه 2. السلام عليكم الاخوان ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اول حاجه نبداو بها كالعاده الصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما نساوش اخوان ديالنا في فلسطين وباقي المسلمين بالدعاء، الله يكون معهم ويحميهم والله يجعل النصر حليف ديالهم ان شاء الله. دوامات كل الناس. اول حاجه قبل ما نبداو بغيت نشكركم على التفاعل الكبير ديالكم على السلسله، عرفت انها غتعجبكم وفعلا الحمد لله داكشي اللي كان. شكرا على اللايكات والكومنتات ديالكم، ما قدرتش نقرا كل شيء ولكن قريت الاغلبيه. شكرا لكم كاملين بزاف واحد واحد. بنتو ليا محمسين بزاف الحلقه الثانيه، داكشي علاش ما بغيتش نتعطل عليكم، حيت الصراحه انا ما كنتفرجش في الفيديوهات ديالي بزاف، ولكن فاش حطيت الفيديو قدامي تفرجت فيه وتكونسونطريت معاه حتى انا الصراحه تحمست لشنو غادي يوقع في الحلقه الثانيه، بحال كنتفرج في سيري نيتفليكس. ماشي حتى لديك الدرجه، ولكن هو مالا راه حتى هذه سيري زوينه والحمد لله نالت الاعجاب ديالكم، هذا هو الرباح. ايوا هي الحلقه الثانيه كيف ما وعدتكم بين يديكم. اكتيفي كل يدين وحرك معاك داك اللايك باش نعرف انكم محمسين الحلقه الثالثه ان شاء الله، وفاش تسالي الفيديو خلي لي شي كومونتير باش نقرا الراي ديالك. ودابا نخليك مع الفيديو، حبذا لو درتي لي زيات وجيب شي حاجه تاكلها، وتحيه كبيره للي كيتفرجوا في التلفازه، احسن فرجه في العالم. طولت عليكم شويه ويلا صافي نبداو دابا. بعد اخر ماتش ضد اسفيل قدرنا نربحوه ونعتليو الصداره بالمناصفه مع الكوكب وخريبكا. جات الجوله 6 اللي غنخرجوا فيها كضيوف عند الحسنيه في اكادير. الرجاء امام فرصه كبيره باش تعزز الصداره ديالها وتاخذ 3 نقاط ثمينه ضد خصم اللي بدا بدايه صعيبه. الحسنيه اللي بعد اكثر من 50 عام ديال اللعب في ملعب المبيعات كيهز الرحال ديالو لملعب جديد واللي هو ملعب ادرار، تيران واسع بكازو طبيعي زوين وبسعه واصل لاكثر من 45 الف مقعد. التيران اللي كانت عندنا مع تجربه زوينه قبل 8 شهور من دابا في كاس العالم للانديه في 2 ماتشات تاريخيه ضد اوكلاند سيتي في الافتتاح وضد مونتيري في الربع. الحسنيه بدلوا الجلد ديالهم هذا الموسم ودخلوا بعناصر جديده شابه، كريم البركاوي، اسماعيل الحداد، بديع عوك، سفيان طلال، عبد الحفيظ ليركي، مهدي اوبيلا، مدعومين بعناصر الخبره بحال فهد الاحمدي، ياسر رامي ودريسا كوليبالي المعار من الرجاء. المهم الماتش صعيب بحكم انه خارج الديار وضد خصم اللي ما غيبغيش يخسر مازال النقاط، ولكن بحكم النيفو الحالي ديال الفريق بجوج وبعد الخساره ديال خريبكا احد المنافسين المباشرين 3 نقاط الاقرب للرجاء دابا. رغبه كبيره باش نربحوا اول ماتش لينا خارج كازا في هذا الموسم ونقتنصوا الصداره.
لاعب مهاري كيلعب كرة دايرية عرضية، لاحظوا بطريقة جميلة لعبت كرة بوسط الميدان. فيفيون مابيدي، شوفوا تمريرة فيفيون كيمرر عند ليس بويتيز وبيشنات، طريقة فنية رائعة. البحث على الأرضية، كرة الثابتة كانت الحلول بالنسبة للرجاء. كرة عرضية، الفريق العدنية داخل منطقة العمليات، رجع كرة تمرير أمامية من الجهة اليسرى، البحث عن تمرير، فرصة بطريقة جميلة، طريقة جميلة تمرير الجهة اليسرى. لاحظوا ثلاثة، بإمكان هناك ثلاثة فقط يمكن اشتراكهم، يقلل الفارق فريق الرجاء عن طريق كرة ثابتة كذلك منطقة العمليات. ماذا يقول الحكم؟ فرصة لصالح فريق الحسنية، خسارة قاسية كتعكس حجم من عدم الاستقرار اللي عندنا داخل الفرقة، وكتزيد توتر الاجواء وتزعزعنا من جديد. هاد الهزيمة خلفات ضغط نفسي ومشاكل كبيرة علينا. بعد ما كنا غاديين في سباق الصدارة، ماتش واحد قلب الموازين ديال الطابلو كامل وهبطنا للمركز الثاني بالتساوي مع الكوكب وخريبكا وبركان، مع افضلية فرق الاهداف لصالحهم هما. روما خصو يتحرك يلقى الحل دابا باش يعاود يوقف الفرقه ويرد لينا المورال قبل ما نسالو النص في الشوط الاول. 9 الجولات اللي بقاو خصنا نجمعوا فيهم 27 نقطه، ولا على الاقل اكبر عدد ديال النقاط ممكنه من اصل 27 باش نسالو شطر الذهب من البطوله وحنا في المراكز الثلاثه الاولى الا بغينا ننافسوا على اللقب. ولكن المشاكل لا تاتي فرادى، دونور تسد الاصلاح، وبالتالي غندخلوا الماتش ديالنا برا كازا. هذا العامل اللي غيضرنا بزاف بطبيعه الحال. وكيف ما كتقول الكره، الا بغيتي تربح البطوله خصك تربح المنافسين ديالك. خريبكا احد المنافسين المباشرين معنا من الجوله الاولى، غادي ندخلوهم في الجوله الجايه في اكادير امام سكواد صعيب قياده ابراهيم البزغودي، اسامه المزكوري، محمد امين بورقادي، جواد الياميق وابراهيم باكايوكو. جا الماتش روما قرر يدير تغيير كبير في التشكيله بتغيير 4 اللعابه اساسيين، املا انه يبدل شي حاجه ويلقى التشكيل المناسب ويحسن الاداء الفرقه، والاداء راه كيجيب مع النتيجه. الضغط النفسي بان بشكل كبير على اللعابه الرجاء، الرغبه ديالنا كانت الربح واستعاده الثقه، ولكن الواقع كان حاجه اخرى، وكنفشلوا نربحوا الماتش بعد سيل كبير ديال الفرص ضاعوا برعونه قدام بوطو. الوضع غادي وكيتأزم والترتيب ديالنا في البطوله غادي وكيتراجع. وصلنا دابا للمركز الثالث بالمناصفه مع بركان خريبكا وجديده، وحنا بطبيعه الحال افضليه فرق الاهداف ضدنا. الرجاء كتعاني من العقم الهجومي ومن الضعف الدفاعي في نفس الوقت. هذا الشيء الا كان كيدل على شي حاجه فانه كيدل على الوضع الكارثي اللي غادي ليه الفرقه الا بقينا بحال هكا. On fait tout, nous avons des chances de marquer et malheureusement nous n'avons pas gagné le match. الجوله 7 غادي نخرجوا كضيوف عند قنيطره. روما دخل بنفس التشكيله اللي دخل بها الماتش اللي فات، العسكري والحاج شاكو سليماني وجبيره، فتاح معمر وعقال، مابيدي مبوسي ومويتيس. اسماء بحال الحفيظي بورزوق العلوش ويحيى كيبي اللي كانوا اساسيين في بدايه العام جالسين دابا في بونتوس، لعل وعسى يكون الفرق. زيد عليهم اللعاب الشاب مصطفى بن المقدم اللي طلع من ليسبوار، عقلوا على هاد السميه مزيان. المهم روما لحد الان باقي غير كيجرب، باقي ما لقاش التشكيله الرسميه. قنيطره بقياده المايسترو رشيد بورواس داخلين الماتش بثقه كبيره وبدعم كبير من الجمهور، طامعين باش يستافدوا من الفورمه الخايبه ديال الرجاء وياخذوا 3 نقاط وسط تيرانهم اولا على الاقل نقطه. المهم ما يخرجوش خالي الوفاض. المباراة السابقة أمام نادي أولمبيك خريبكا، دعنا نتابع هذه الركنية القنيطرية. جول أول للنادي القنيطري، رزان بابا بضربة راسية يهزم الحارس الرشاوي خالد العسكري. كيف ما سبق وقلت المشاكل لا تاتي فرادى وانما كتنزل وحده ورا وحده بحال الشتا. الرجاء دخلت في دوامه صعيبه تخرج منها، وفي كل مره كنقولوا هنا غادي نوضوا كنرجعوا نطيحوا اكثر من الاول. اللقب ديال البطوله غادي وكيبعد سيرتو بعد النتائج الايجابيه ديال الخصوم المباشره ديالنا. الوداد ربحات، خريبكا ربحات، والكوكب تعادلوا. الجوله 8 في البطوله غادي نرجعوا عاوتاني لدونور اللي غنستقبلوا فيه الماس بحضور جماهير كبير وبتيفو خيالي ايقوني، واحد من اشهر التيفوات في تاريخ الرجاء اليومنا هذا. رساله تحذير كبيره للفريق كامل، تقاتلوا على الفرقه ماشي على الفلوس.
البدايه ديال الماتش هدات استقبال عائله زكريا الزروالي الله يرحمه ويوسع عليه في هذا النار ويرحم جميع اموات المسلمين، وكدعم ومسانده لعائله الفقيد تم تخصيص نص مداخل هذا الماتش اليوم. الماتش شفنا فيه بعض الوجوه القديمه بحال شمس الدين الشطيبي من الافتتاحيه ضد مونتيري واحمد الرحماني. الماتش هاد العوده ديال ياسين الصالحي من الاصابه اخيرا بعد غياب ديال 6 شهور. المهم نجيو للماتش، الفريقين بجوج عندهم هدف مشترك، ما نخسروش الماتش باغيين يبقاو في السكه الصحيحه بعد اول رباح لهم في الجوله اللي قبل، والراجل اللي خاصهم يردوا الثقه لراسهم ويطفئوا الغضب ديال الجمهور. انتصر في مباراه واحده، انهزم في 4 مباريات وتعادل في 3 مباريات. محاوله لفائده فريق المغرب فاسي، هدف اول لفائده فريق المغرب فاسي، هذا اللي قلناه. شمس الدين الشطيبي لاعب سليماني، تمريره في اتجاه اللاعب ليس مويتيس، ما كاينش تسلل ليس مويتيس، وهدف تعادل لفريق الرجاء الرياضي. المواج من الجماهير يعني تحتفل بهدف الرجاء. قلت ان المغرب الفاسي ما منزلش يديه حتى هو جاي المدينه الدار البيضاء، يلعب بطريقه مفتوحه، يلعب بطريقه مدروسه. تعثر اخر وخيبه امل كبيره مره اخرى، وردة فعل خايبه من الجمهور تجاه اللعابه اللي كانوا كيتمناو منهم يربحوا ويفرحوهم، ولكن في كل مره كيخذلوهم. توتر كبير مورا الهابط وضغط نفسي كيعيشوا محيط الرجاء حاليا اللي بمعنويات هابطه للحضيض. غادي يلعبوا الماتش الجاي الديربي. نقطة حسن من لا شيء، ان شاء الله مازال مباراة الديربي، ان شاء الله نلعبوا مباراة جيدة وان شاء الله نحققوا 3 نقاط اللي يفرحوا بها الجمهور الرجاوي باش نرجعوا ان شاء الله في البطولة مزيان. الرجاء والوداد غادي يتلاقاو في قمه الجوله 10 بفورمات مختلفه. الرجاء في وحده من اسوء بداياتها كتحتل المركز الخامس بالمناصفه مع الجديده والحسنيه، ولكن باحتساب افضليه فرق الاهداف غنكونوا حاصلين في المركز العاشر. تصور، في حين الغريم كيغردوا وحيدين في الصداره وبازها حله اليوم اللي بعد مرور 10 الجولات باقي ما خسروا حتى ماتش. الوداد بقياده جون طوشاك اللي قاد فريق قوي خليط بين الخبره والشباب داخلين هذا الموسم وعينيهم على البطوله، واول تحدي غيجي في طريقهم هو الرجاء اللي اخر مره ربحوا فيه الديربي كانت قبل 5 الماتشات، اي اكثر من عامين دازت. الفارق بدا يتسع ونحن على بعد جولتين وخطيره. واخر ديربي سالب فوز الرجاء ب2-0 بثنائيه ياجور ومتولي في الاخر. نجيو للماتش، تيران كامل داير بلان وسط الاجواء الشتويه، نايضه الحراره بالتشجيع، تيفو هنا وتيفو لهيه، الاجواء شاعله قبل ما يبدا الماتش. روما دخل بنفس التشكيله، العسكري في الحراسه والحاج بن المقدم في الحضور ديال الاول في التشكيله، كروشي وسليماني، فتاح كوكو مابيدي، الحفيظي الوادي ومويتيس. هذه كانت تشكيله دراجه. فيما الغريم دخلوا في التشكيله بعقيد العمراني، رابح نصير والكردي، نقاس سعيدي وبالرابح، كوني الهجوز وايفونا. الوداد المرتاحه غتواجه الرجاء المتشككه. هذا كان عنوان الجورنال ديك الساعه، ولكن منظور الجمهور تجاه الديربي الفورما كتبقى حاجه والماتش حاجه اخرى. الديربي كيف ما كنتي خصك تربحو، كنتي مزيان خصك تربح، كنتي ناقص خصك تربح. كيف ما سبق وعشنا في شحال من ديربي. اما بالنسبه لليوم السؤال الكبير هو واش الرجاء غتحافظ على سلسله الهزيمه في الديربي السادس على التوالي، ولا الوداد غتهرسها وغتجيب الرباح الاول من بعد عامين ديال الجفاف. هادشي اللي غنكتشفوا في الديربي رقم 117. تطوان ما يطمنش، هذه كرة أمامية تسديد لمسات الودادية بأقدام إيفوارية. كوني ما أروع والكروشي جول. الافكتيف اللي عندنا واللعابه اللي عندنا خصنا نكونوا مضمنين الشامبيون دابا من الدور 10. ما كنعرفش شنو واقع. كنتمنى على الله اننا ناخذوا السكه الصحيحه. كيف ما شفتي المقابله حتى الخصم ما كانش قوى منا اليوم. الوداد كتحسم الديربي لصالحها وكتعزز الصداره ديالها ب20 نقطه، فيما كتعمق الجراح ديالنا وكتأزم الوضعيه ديال الرجاء اللي كتعيش اسوء حالاتها في واحده من اكفس الانطلاقات في تاريخ النادي. بعد مرور 10 الجولات الرجاء كتوصل لنقطه 12 من اصل 30 ممكنه وكتحتل بها المركز 11 في البطوله. الديربي كان اخر فرصه للعابه باش يتصالحوا مع الجمهور ويربحوا الثقه ديالهم من جديد بعد عدد ديال الاخفاقات والتعثرات منين بدا العام، ولكن مع الاسف حتى هذه الفرصه خسروها وخذلوا الجمهور من جديد اللي باقي حتى ما تقبلش الخسارات اللي
قبل تزادت عليه خساره اخرى وفي الديربي من الفوق، وبالتالي الغضب ديال الجمهور زاد، حيت في شحال من مناسبه حضروا فيها اللعاب والمدرب اخرها ضد الماس، ولكن الواقع ما تبدل فيه حتى حاجه، وانما في كل مره كيزيد يخيب الوضع اكثر وكثر. اصابع الاتهام كامله موجهه دابا في وجه اللعابه والمدرب اللي في اخر 5 الماتشات ما ربحنا فيهم حتى ماتش. الفرق بيننا وبين المتصدر الغريم غير 8 النقاط، الا انه بدا كيبان بوضوح ان خساره البطوله اقرب دابا من التتويج بها. باقي 5 الجولات على نهايه شطر الذهب في البطوله، الا ما تحسنش الترتيب ديالنا من هنا للجوله 15 على الاقل المركز الرابع ولا الخامس غير نودعوا البطوله هذا العام، حيت الماتشات الاياب كيكونوا صعاب بزاف من الذهاب. الفراقي ديال الفوق كينافسوا على اللقب وديال التحت كينافسوا على البقاء. الضغط كبير دابا على روما، واللي الا خسر الماتش الجاي غيتم الاقاله ديالو ديك الساعه، والجوله الجايه عنده ماتش صعيب ضد الفتح. كان خرج في تصريح اذاعي قال فيه خاصنا نساو ماتش الديربي ونخدموا بجديه. اللعابه محتاجين الرباح باش يخرجوا من دوامه النتائج السلبيه باش يقدموا المستوى الحقيقي ديال الرجاء. السؤال دابا واش ممكن روما ومع الكتيبه ديالو يكون قد فمه ويقدروا يصلحوا الوضع ويربحوا هاد 5 الماتشات اللي بقاو، ولا غيبقى الوضع كما هو عليه؟ الجواب ديال هذا السؤال غادي نعرفوا ان شاء الله في الحلقه الجايه. والى هنا الاخوان كنا وصلنا للبلاكه. هادشي اللي كان في الحلقه الثانيه من سلسله الموسم الاسود، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. الا وصلتي حتى لهنا طبع لي داك اللايك، والا حتى لهادي لا وبين هادي، وخلي لي كومونتير قول لي فيها الراي ديالك في هذه الحلقه، قول لي شنو عجبك فيها، وبينوا لي في كومونتيرات الحماس ديالكم الحلقه الثالثه. الحلقه الثالثه راه شي حاجه اخرى غطرا من غير هادشي اللي شفتو دابا. دوزوا عندي الانستغرام وفيسبوك، تما فين غادي تلقاوني جالس كنتسناكم، وتما فين كنلوح الجديد ديالي وديال الرجاء، وفين كندوي معاكم حتى نتوما. كتبوا غير ديما رجاء غنطلع لكم مع اللوغو ديالي انا الاول. ومرحبا بالناس الجداد اللي كيتفرجوا فيا اول مره، مرحبا بكم عند خوكم ديما رجاء. وهذا مكان ما تسويش دوك 3 الحوايج: الصاله، الوالدين، الرجاء. عمرك تفرط فيهم. كان معكم خوكم ديما رجاء، ديما رجاء البارح اليوم وغدا، وديما كونوا على القارص.